في الفيديو ده هنشوف مع بعض ازاي نقدر نكتب اقتباس في ال HTML. طيب نبدأ بالأول. يعني ايه اقتباس؟ اقتباس يعني هو ان انا اخد جملة معينة، اخد جزء معين من كتاب او من مقالة او من فيلم واحطها عندي في موقعي كأني بعمل لها إعادة استخدام. طيب انا امتى اعمل حاجة زي كده؟ بعمل حاجة زي كده مثلا لو انا عايز استشهد بمصدر موثوق، او ان انا مثلا اجيب كلام شخص مشهور او موثوق بيه علشان خاطر استشهد بكلامه و اثبت مثلا وجهة نظر او اعمل لها اعاده استخدام. باخد الجمله اللي هو قالها وبحطها في موقعي، ده اللي هو اسمه اقتباس. في ال HTML عندنا نوعين نقدر نكتب بيهم الاقتباس، او بالانجليزي اسمه quotation. نشوفهم مع بعض دلوقتي. هنشوف مع بعضينا اول طريقه نقدر نكتب بيها الاقتباس او الكوتيشن عن طريق تاج اسمه الكيو. طبعا اول حاجه نعملها ان احنا نفتح باراجراف، وجوه الباراجراف نقدر نكتب الكوتيشن اللي احنا عايزين نعمله. هنا بنكتب التاج بالطريقه دي، ان احنا نعمل كيو وهو بيعتبر اول حرف من كلمه كوتيشن، وجوه الكوتيشن بنقدر نكتب الاقتباس اللي احنا عايزينه. انا هنا جبت اقتباس مشهور مثلا من هنا بوب مارلي، بيقول جمله حب الحياه اللي انت عايشها وعيش الحياه اللي انت بتحبها. ان انا مثلا اخدها هنا كوبي، شويه كلام ايجابي عشان خاطر نكمل الكورس مع بعض، ونحطه هنا مثلا جوه الكيو. ولو سيبنا هنبص في ال HTML هنلاقيه هو لوحده طبق ستايل معين، وهو يعتبر ستايل الاقتباس ان هو يحط لنا دبل كوتيشن ماركس، اللي هو يحط لنا هنا يعتبر علامات الاقتباس. وبالتالي لما اليوزر يجي يخش يشوف الجمله بيكون فاهم ان ده عباره عن اقتباس. عنصر الكيو هو عنصر اللاين. طبعا الحاجات دي كلها هنشرحها بالتفاصيل في كورس السي اس اس، بس عشان تبقى انت فاهم المعلومه بسرعه. ويعني ايه اللاين؟ عنصر اللاين يعني لو في عنصر جنبه، اذا كان على اليمين او شماله، بيتعرض على طول جنب الكوتيشن، مش بياخد السطر اللي بعده. هنشوف مثال. لو انا هنا مثلا جوه البي جوه الباراجراف وكتبت as بوب مارلي سيد وسيفت، لما باجي ابص هنا بلاقي ان as بوب مارلي سيد الجمله اللي انا كتبتها هنا جت جنب الكوتيشن او الاقتباس اللي انا كاتبه، وهو ده اللي معناه كلمه اللاين. يعني لما اقول لك ان العنصر ده اللاين والتاني ده اللاين، اعرف على طول ان العنصرين لو في مساحه الاثنين بيجوا جنب بعض. خد المعلومه دي على السريع لغايه لما نخش في كورس السي اس اس ونعرف بالتفاصيل ايه هو الاختلاف ما بين اللاين والبلوك، عشان عكس كلمه اللاين هو البلوك، وهو العنصر اللي بياخد المساحه كامله حتى لو في مساحه فاضيه العنصر التاني ما بيقدرش يخش جواها. خليك بس فاهم الحاجه زي كده. يعني لو انا مثلا هنا هديكم مثال بسرعه حتى لو هو بره موضوعنا. لو انا مثلا هنا عندي H1 وده عنصر يعتبر بلوك، لو انا مثلا كتبت هالو جواه وتحتيه كتبت H1 تاني، وكتبت مثلا هالو تحتها مثلا كتبت H2 اللي هو مثلا جواها وورلد، هلاقي ان حتى لو في مساحه كافيه لكلمه وورلد انها تكون موجوده هنا، ايه اللي حصل؟ ان الاثنين اتكتبوا تحت بعض، كل واحده فيهم خدت المساحه كامله، علشان ده عنصر بلوك وكمان برضه H2 عنصر بلوك، فبالتالي بياخد المساحه كامله. حتى لو في مساحه فاضيه جنبيه برضه العنصر بعديه هيبدا من السطر الجديد، لان هو عنصر بلوك بياخد المساحه كامله. فبالتالي عنصر الكيو علشان خاطر هو يعتبر اللاين، باي كلام بنكتبه قبليه او بعديه بيبقى جنب العنصر. فطبعا يفضل ان انا لو بستخدم عنصر الكيو عشان اكتب اقتباس، يفضل طبعا ان الاقتباس يكون صغير، لان لو الاقتباس كبير بيخلي الستايل شكله مش كويس، وفي نفس الوقت بيخلي الاقتباس ما يبانش، لان هيكون مثلا 3 4 سطور، فالاقتباس ما بيبانش ان هو اقتباس، والسايد ما بيكونش باين كويس، واللي هم الحاجات زي الدبل كوتيشن ماركس والحاجات دي ما بتبانش كويس. فبالتالي يفضل ان انا استخدم الكيو لما بيكون عندي كوتيشن او اقتباس صغير زي في الحاله دي. طيب لو انا عندي اقتباس شكله كبير او 3 4 سطور، استخدم ايه في الحاله دي؟ بستخدم الحاجه الثانيه اللي انا قلت عليها، وهو ان انا استخدم عنصر جديد وهو اسمه البلوك كود. حتى من اسمه بلوك ليه؟ عشان خاطر هو بياخد المساحه كامله، وعكس عنصر الكيو اللي احنا شرحناه هنا. طيب البلوك كود بكتبه ازاي؟ بكتبه ان انا بفتح اوبننج تاج. في الحاله دي مش لازم اكتبه جوه الباراجراف لان هو بلوك، فمش لازم اكتب باراجراف واحط جواه العنصر، بكتب على طول بلوك كوت بالطريقه دي. وجوه البلوك كود بكتب الاقتباس اللي انا عايز اكتبه. مثال بسيط، انا هنا جبت لكم اقتباس طويل شويه، مش لازم يكون كبير قوي، المهم ان هو مثلا يكون سطرين 3. طبعا بعد كده اللي اختاروا انتوا الاختيار اللي انتوا عايزينه. لو انا مثلا جيت هنا وسيفت وحطيته هنا، هنا طبعا الترجمه بتقول ان اهم حاجه هي انك تستمتع بحياتك وانك تكون سعيد، وهو ده يعتبر اللي بيهم. طبعا احنا مالناش دعوه بالترجمه، انا بس بقول لكم عشان خاطر الايجابيه يعني. فطبعا لو احنا جينا هنا وبصينا على الجمله هنلاقي ان هو طبق سؤال مختلف عن الكوتيشن. الكوتيشن زي ما احنا شايفين هو حط هنا دبل كوتيشن ماركس، لكن هنا هو بس عمل ان هو ساب مسافه
وطبعا لو احنا كتبنا الجمله دي مثلا، ناخدها كوبي بيست عشان خاطر نكبر الجمله شويه. لو احنا سيفنا هنلاقيه ساب مسافه من على ناحيه الشمال، وساب شويه مسافه من ناحيه اليمين، عشان خاطر يعرف الشخص ان ده عباره عن كوتيشن. طبعا لو الستايل مش عاجبك، لو انت عايز تعمل ستايل مختلف، بتقدر تعمل بالسي اس اس، لكن هو ده الستايل الافرادي اللي بيعمله البراوزر، سواء لعنصر الكيو او لعنصر البلوك كوت. ماشي، فاحنا كده شرحنا الطريقتين اللي نقدر نكتب بيهم الكوتيشن او الاقتباس. حاجه تانية حابب اتكلم عنهم، الكوتيشن او الكيو بنقدر نستخدم لهم صفه وهي اسمها السايت، صفه او اتريبيوت مش عنصر. هنتكلم على العنصر بعدين عشان برضو في عنصر تاني اسمه سايت، لكن نتكلم الاول على الصفه. هنا بنقدر نكتب السايت، وجوه السايت بنقدر نحط اللينك اللي احنا جايبين منه المقوله دي. مثال، انا هنا بتكلم على المقوله اللي قالها بوب مارلي، بقدر هنا باخد اللينك ده كوبي وبحطه جوه السايت. هنلاقي طبعا ان مش هيختلف حاجه في اللي احنا بنشوفه، الجمله زي ما مكتوبه هي هتبان، لكن السايت ده بيفرق ان لو انا مثلا عملت كليك يمين وعملت مثلا انسبكت ودخلت وشفت الكوتيشن، بلاقي اللينك موجود جوه السايت. يعني ده ممكن مثلا بيفيد ديفلوبرز مثلا تانيين شغالين معايا، لو هم عايزين مثلا يتاكدوا من المعلومه دي بيلاقوها جوه الاتريبيوت بتاع السايت. بالتالي هو مش بغير حاجه، ممكن بس اللي يوصلوا له قراءة الشاشة او سكرين ريدرز او الديفلوبرز اللي شغالين معايا في المشروع، لو عايزين يعرفوا الاقتباس ده جاي منين، بيقدروا يشوفوه عن طريق السايت اتريبيوت او الصفة اللي اسمها سايت، وبالتالي بيقدروا يشوفوا ان الاقتباس ده جاي من اللينك ده. ده طبعا نفس الكلام اللي بنعمله في البلوك كوت. ده احنا برضو هنا في البلوك كوت نقدر نيجي هنا وبرضو نستخدم الاتريبيوت اللي اسمه سايت، ونحط اللينك اللي احنا جايبين من عنده الكوت، وبكده يبقى احنا كمان حطينا اللينك اللي احنا جايبين منه الكوتيشن دي. طيب يبقى احنا كده شرحنا الطريقتين اللي احنا نقدر نكتب بيهم الاقتباس. اخر حاجه حابب اتكلم عنها وهو عنصر السايت. المره دي العنصر احنا هنا اتكلمنا على الاتريبيوت او الصفه، وهنتكلم برضو بدرس تاني مخصص للاتريبيوتس والصفات والحاجات دي كلها، لكن في الدرس ده هنتكلم على برضو عنصر بنقدر نستخدمه وهو عنصر السايت. عنصر السايت بنقدر نستخدمه مع عنصر الكيو او عنصر البلوك كوت عشان خاطر نقدر نقول الحاجه دي جايه منين. مثال، علشان خاطر المره دي احنا قلنا ان هنا السايت هنا الاتريبيوت ما بيظهرش حاجه، المره دي احنا عايزين نعمل عنصر ويظهر ايه اللي مكتوب جواه او يظهر المقوله دي احنا جبناها منين. يبقى احنا كده شرحنا ايه هو عنصر الكيو، شرحنا ايه هو عنصر البلوك كوت، وعرفنا ايه الفرق ما بينهم، عرفنا ان ده اللاين والتاني بلوك، وشفنا مع بعض ازاي كل عنصر فيهم بيظهر في ال HTML. دلوقتي هنشرح مع بعض عنصر جديد بنستخدمه عادة مع عنصر الكيو وعنصر البلوك كوت، وهو عنصر السايت. ما تتلخبطوش ما بين عنصر السايت والاتريبيوت اللي اسمه سايت. الاتريبيوت احنا كتبناه هنا اللي هو يعتبر زي ما انتم شايفين جوه الاوبننج تاج، مثلا هنا هو قبل ما بنقفل الاوبننج تاج بنحط جواه السايت واللي هو الصفه. هنتكلم برضو بالتفاصيل عن الاتريبيوتس ان شاء الله قريب في الدرس الجاي او اللي بعده، لكن المره دي هنشرح عنصر جديد وهو عنصر السايت. دلوقتي هنشوف مع بعض مثال على استخدام عنصر السايت. ان انا اجي هنا، وطبعا انا هنا محضر لكم مثال تاني، طبعا اللينكات دي كلها هحطها لكم في الديسكربشن بتاعت الفيديو عشان لو انتوا برضه عايزين تخشوا وتاخدوا كوبي عشان تعملوا زي اللي انا بعمله، فانا هسيبها لكم كوبي. انا هنا اهو عندي اقتباس عايز اخده كوبي وعايز احطه في صفحه ال HTML هنا عندي، فباجي هنا وطبعا هنا بعمل بلوك كوت عشان انا شايف ان الكلام كتير. طبعا لو انت عايز تعمله عنصر الكيو هو مش مهم، على براحتك انت زي ما انت عايز تخليه يتشاف. لو انا مثلا جيت هنا وعملته هنا هتلاقوه ظهر هنا اهو. لو انا عايز اقول اني الجمله دي اتاخدت من كتاب معين، هنا بيجي دور عنصر السايت. امتى بستخدم عنصر السايت؟ عنصر السايت يعتبر هو عنصر مخصص بس ان انا اكتب فيه العمل الابداعي. يعني انا فوق هنا ما استخدمتهمش ليه؟ ما استخدمتهمش عشان خاطر دول اشخاص اللي قالوها ما كانش مثلا عمل ابداعي زي مثلا فيلم، زي مثلا مقاله، زي مثلا بحث او شعر. فطبعا دول الناس قالوا جمله، فبالتالي لو انت عايز تكتب الشخص قال ايه بتقدر تكتبه جوه الباراجراف زي ما احنا كتبنا هنا. لكن انا اجيب لكم الكود دي او الاقتباس ده معين لان ده اتكتب في كتاب واللي هو اسمه ذا لايت ان ذا هارت، يعني النور في القلب، وطبعا ده الكتاب اهو. فبالتالي مع ده نقدر نكتب عنصر السايت. نقدر نكتبه ليه؟ علشان خاطر هنا في عمل ابداعي في كتاب. طبعا لو في فيلم اقدر اعمل نفس الكلام، لكن لو شخص هو اللي قال المقوله ما ينفعش استخدم معاه عنصر السايت. فبالتالي هنا اقدر استخدم عنصر السايت. عنصر السايت اقدر استخدمه جوه البلوك كوت او براها. انا جوه اهو البلوك كوت، بان انا باجي هنا بكتب عنصر السايت، وجوه عنصر السايت بقدر اجي هنا واخد اسم الكتاب زي ما انا قلت، اسم الكتاب مش اسم الشخص، لاني
في السايت بيتحط بس اسم العمل مش الشخص، فبالتالي انا هنا اقدر اكتب اسم الكتاب لو انا جايب الجمله دي من كتاب. هنا بيقول لي ان الكود دي او الاقتباس ده جاي من كتاب اللي هو اسمه ذا لايت ان ذا هارت. لو انا هنا خدته كوبي وحطيته هنا ورحت شفت الموقع بتاعي، هلاقي ان هو هنا كتب لي اسم الكتاب بطريقه مختلفه عن الباقي. هنا كتبوا لي بطريقه ايتاليك اللي هو اعتبر خط الميل، شرحناه في الفيديو اعتبر اللي قبل اللي فات ازاي نكتب خط ميل. طبعا هو هنا الستايل هو عمله لوحده، انا ما عملتش حاجه. اي حاجه هتكتبها جوه عنصر السايت هتلاقيها بالطريقه دي، فبالتالي اللي هيقرا الجمله هيكون فاهم ان الاقتباس ده اتقال في الكتاب ده، مثلا ده هو كتاب مثلا او هو فيلم او مقاله او اي حاجه من الاعمال عموما اللي ممكن الشخص يعملها. طبعا لو احنا عايزين نحسن اكتر بنقدر هنا نستخدم عنصر هنشرحه بعدين في الدروس الجايه، لكن برضو انا هديكم المثال. وان انا هنا مثلا باجي استخدم عنصر اسمه الانكر، واللي هو اعتبر هو عنصر اللينك. لو انا مثلا عايز ان حد يدوس على حاجه في صفحتي توديه صفحه تانية سواء كانت في موقعي او في موقع تاني، بقدر استخدم عنصر اسمه الاي وهو جاي من كلمه انكر. وعنصر الاي بقدر هنا بحط الكلمه اللي انا عايزها تتشاف، فبالتالي انا عايز اخلي الكلمه تتشاف تكون ذا لايت ان ذا هارت اللي هو يعتبر اسم الكتاب. ولكن انا عايز دلوقتي ان لما حد يدوس على الكتاب ده يوديه مثلا في صفحه الكتاب اللي هي مثلا في الحاله دي اللينك ده مثلا، ماشي، اللي هو صفحه الكتاب. لو انا مثلا عايز اعمل حاجه زي كده، الاي او عنصر الانكر بيبقى برضه ليه صفه اسمها اتش ريف. لو انا كتبتها وحطيت اللينك فيها كده كوبي بيست زي ما انا عملت، لو انا رحت صفحتي باجي ابص بلاقيه هو اداني الرساله بتاع اللينك. طبعا الكلام ده كله انا هشرحه في درس اللينك، انا بس اديتكم مثال عشان لو انتوا عايزين او لو انتوا شفتوه في حته وعايزين تعرفوا اتعملت ازاي. بنعملها عن طريق عنصر الايه، بنكتبه طبعا جوه السايت وبالتالي بيظهر بالطريقه دي. لو انا بقى دوست على اللينك ده هنلاقيه هو وداني على طول على لينك صفحه الكتاب اللي انا واخد منه المقاله. طبعا انا مسحها عشان خاطر مش عايز اصعب على الناس الحاجه. عنصر ايه لسه ما خدناهوش، انا هكتفي باللي انا شرحته لغايه دلوقتي. فطبعا زي ما انتم شايفين المره دي اهو السايت دلوقتي طبعا رجع تاني زي ما كان، اتعمل بالخط الميل لكن الخط الازرق راح عشان خاطر انا شلت عنصر الانكر. وبالتالي يبقى احنا كده شرحنا كل حاجه في الاقتباس وازاي نقدر نعمل اقتباس. وطبعا عنصر السايت عنصر مهم برضو للاكسسبيليتي عشان خاطر برضو بيقدر يعرف الشخص اللي بيستخدم موقع عن طريق كارت الشاشه، بيعرفه برضو العمل اتقال فيه الاقتباس ده. فبالتالي هو لما بيجي يسمع الاقتباس برضو بيقول له ان العمل اسمه ذا لايت ان ذا هارت، وبيكون هو فاهم ان الاقتباس ده احنا جايبينه من الكتاب اللي اسمه في الحاله دي ذا لايت ان ذا هارت. وبكده يبقى احنا شرحنا كل حاجه تخص الاقتباس في ال HTML، واستنوني هنكمل مع بعضينا عناصر البادي في الفيديوهات الجايه. شكرا.